ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد من ايزي انجلش بالدارجة اللي هو الدرس الثالث، اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نطرقوا لواحد الدرس اللي هو صعيب ومهم ان شاء الله من جميع النواحي، الا وهو بروناونز. كجزء اول غادي نطرقوا الاوبجكت بروناونز اللي هما كنستخدموهم بعد حروف الجر. كمثال عندنا do you live near them, send the box directly to me, after, to and for. كنخدموا مثلا بعض الافعاليه make, give, send, lend, pass, take و show. an example كنديروا the little boy made it for her. السؤال الثاني غادي نلقاو reflexive pronouns اللي هي في الاصل كترجع لنا لا، كتستخدم للتاكيد ما بعد التعبير الخاصه. مثلا كنلقاو did you do the decoration yourself، كنخدموها مثلا مع yourself, herself, myself. كمجزوعه ثالثه او كوصله ثالثه غادي نطرقوا relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل. هاد ضمائر الوصل كنديروها وكنستخدموها باش نربطوا الجمل فيما بينها، وباش نطبقوها كيخصنا نتبعوا واحد الخطوات اللي هو اول حاجه كنقلبوا على الكلمه اللي هي معوده في الجمله الثانيه وكنرومبلاسي. فكنعوضوا الكلمه الثانيه بهو الا كانت لنا الفاعل عاقل، وكنرومبلاسيوها بهم الا كان مفعول به غير عاقل، وبويتش الا كانت غير عاقل. ويتش شيء او زمان او مكان او على حسب كل حاجه. غادي نطرقوا لهادشي في الامثله. وضات فكتستخدم بدل هاد الكلمات الا اننا ما كنفضلوش نستعملوها في جميع الجمل. في ضمائر الوصل كنلقاو ضمائر الوصل الاولى اللي غنتحدثوا عليها اللي هي هو، الذي والتي. الذي والتي للفاعل العاقل كنستخدموه باش كتحل لنا محل الفاعل العاقل، وطبعا كنعرفوا الفاعل بوجوده في اول جمله. كنلاحظوا المثال اللي انفص معنا ولا الذي امامنا اللي هو هيريز دمان. دمان از داكتور. كنحذفوا كلمه دمان من الجمله الثانيه وكنوضعوا بدل منها هو، وكنوضعوا الجمله الثانيه بعد الكلمه التي حذفناها. فالجمله كتولي لنا هيريز دمان هو از داكتور. كأمثلة غادي نديرو مثال أول the man came here. the man was a teacher. الرجل الذي جاء إلى هنا كان أستاذا. كنرومبلاسيو the man who was here is a teacher. الرجل الذي كان هنا هو أستاذ، باش كنإيفيتيو ولا كنحاولوا نبعدو من داك التكرار. في المثال الثاني غادي نقولوا my friend swims well. he lives here. صديقي يسبح جيدا، هو يسكن هنا. غادي نحيدو داك هي حيت كتعود لنا على my friend وغنعوضوها بهو. My friend who lives here swims well. صديقي الذي يسكن هنا يسبح جيدا. اما بالنسبه ان شاء الله للضمائر وصل الثاني اللي غنتحدثوا عليه اللي هو هم، الذي والتي المفعول به العاقل. كنستخدموهم لتحل محل المفعول به العاقل، وطبعا نعرف المفعول به بوجوده بعد الفعل، عكس هو التي كتعوض لنا الفاعل. هذه المفعول به. المثال الثاني the man came here I visited him. كنحذفوا كلماتهم من الجمله الثانيه ثم نضعهم اول الجمله الثانيه ونضع الاسم الموصول او الجمله الثانيه بعد الكلمه او بعض الكلمات التي حذفناها مثلها التي يعود اليها الضمير، فتصبح مثلا غادي تولي لنا the man whom I visited came here. الرجل الذي زرته جاء الى هنا. المثال الاول غادي نديرو the man was working with me I paid him. الرجل الذي كان يعمل معي دفعت له. هيم كتعود لنا على دمان، دونك غادي نبدلو دمان هوم I paid was working with me. الرجل الذي دفعت له كان يعمل معي. مثال ثاني this is the girl you gave her flower. هذه هي الفتاة التي أعطيتها الورود. the girl كتعود لنا على her، دونك غادي نديرو this is the girl whom you gave flower. وصلنا للجزء الثالث والاخير من ضمائر الوصل اللي هي which، الذي والتي اللي كتعود لنا الجماد الفاعل او المفعول به. كنخدموا كلمه which باش تحل لنا محل او تعوض لنا محل الفاعل او المفعول به الغير العاقل، وطبعا الفاعل كنلقاو اول الجمله، اما المفعول به فكيوجد لنا بعد الفعل. امثله كناخذ المثال he found his book he lost it yesterday. وجد كتابه الذي فقده امس. كنشوفوا ان الكلمه دهم كتعوض لنا كلمه بوك، فكنحذفوها وكنحطوا بدل منها كلمه which في اول الجمله الثانيه، ثم كنديروا الاسم الموصول والجمله الثانيه بعد الكلمه التي حذفناها اللي كيعود عليها الضمير. كتولي لنا الجمله he found the book which he lost yesterday. كمثال اول على which الذي والتي للجماد الفاعل او المفعول به. غادي نديروا this is the house I live in it. هذا هو المنزل الذي كنت أسكنه. غادي ندير I كتعود لنا على the house، دونك غادي نحيدوها وغادي نديرو which بلاصتها
وغنكملوا الجملة. This is the house which I live in it. هذا هو المنزل الذي كنت أسكنه. كمثال تاني This book is cheap. It is very useful. هذا الكتاب ثمنه بخس. إن هذا الكتاب إنه مفيد. دونك it كتعود لنا على the book غادي نرومبلاسيوها ب which. This the book which is very useful is cheap. هذا الكتاب الذي ثمنه بخس وهو مفيد. وصلنا للجزء الرابع اللي هو ذات الذي والتي للعاقل وغير العاقل. الفاعل او المفعول به. كنستخدموا ذات باش كتحل محل الفاعل او مفعول به العاقل وغير العاقل، اي تحل وتستعمل محل اداه سبق وشرحناها، يعني whom و which. كمثال This is the boy you meet her. هذا هو طفل الذي التقيته. This is the boy that you meet. يعني that رمبلصت لنا هم. كمثال تاني I have a bird it sings. لدي طائر الذي يغني. عندنا which غادي نرومبلاسيوها بذات. اما كركن اساسي من pronouns عندنا whose الذي والتي للملكيه، كنستعملو whose للملكيه فقط لا غير. غنلاحظوا المثال الثاني This is the man his car hit the boy. هذا الرجل الذي سيارته ضربت الولد. غنرومبلاسيو هيز اللي هي كتعود لنا للمان بوز. This is the man whose his car hit the boy. هذا الرجل الذي ضربت سيارته الولد. كنلقاو هنا ان السياره مملوكه للرجل، فكنحذفوا ضمير وكنعوضوه بضمير الملكيه وكنكملوا الجمله كما هي كما هو موضح في. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس ديال بروناونز، وكنتمنى التوفيق للجميع، وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم والتفاعل ديالكم. شكرا.